ومرحبا بكم صحة شريبتكم في العدد الثالث من لمة رمضان وجملة من الفقرات إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. اليوم باش ناخذوكم في رحلة البحث على العصير اللي يبحث عليه الجميع في الجنوب الشرقي وفي الجنوب بصفة عامة وكذلك في تطاوين، وتقريبا العديد من الموائد لا تكون إلا بحضور هذا العصير سنكتشفه بعد حين. الفقرة الثانية باش تكون مع زميلنا وصديقنا مراسلنا البشير بوجدادة في رحلة أخرى إن شاء الله مع نجوم الجنوب الشرقي، ونشوفوا اليوم البشير وين باش يهزنا. لنختم بفقرتنا اليوم برحلة الحنين إلى الماضي وعبق الماضي من خلال ضيفنا ليتحدث لنا عن تاريخ تطاوين الخمسينات والستينات ورحبة تطاوين كذلك، وحتى كبير من الطرائف ومن المعلومات اللي ممكن غابت علينا، لكن سنحاول أن نحييها اليوم. ما نكثروش عليكم وننتقل مباشرة للفيديار مع أخونا محمد التونوكتي ضيفنا اليوم في رحلة البحث على شراب اللاقمي الشهير في الجنوب الشرقي. نتفرجوا مع بعضنا في الفيديار هذا يعني. لاقمي هذا باهي ياسر. لاقمي هذا نقولوا احنا هي ما هو القلب نتاع النخله، ولا هو عادة يكون اقوى من الدقله، اقوى من الذكر، اقوى من كل شيء. مثلا تو مثلا زي الصغار مثلا حتاك عشان عندهم الدود هون يشربوهم اللاقمي يتنحى، يسرح البطن، يروي العطشان خاصة في رمضان وسير الايام. هو سير الايام ديما باهي. أول شيء نختاروا النخلة تكون خينة شوي، نقولوا هنا حتى زي جريدتها هيك وكرناتها تكون خشين شوي. مثلا نتوكلوا على ربي فيه، نحوا لها جريدها بالقدوم. أول شيء نحوا لها جريدها بالقدوم، ومن بعد ما نحوا الجريد كامل ندخلوا القلب نتاعها كالأبيض. ندخلوا القلب نتاعها الأبيض، نجيبوا الحجامة هيك اللي مبكي كنت مبضي بها، نحجموها نغطوها نهارين وثلاثة تولي تخمر. بعد تالي نعاودوا نفس العملية الحجمان زي اللي شفتوها تو في الريبورتاج. نعاودوا نحجموها حتى تبدا تقطر وتمشي لاباس بحول الله. والله اللاقمي هو ساهل ياسر غشان، كان ما يخافش من ربي راه يغشك وغش. هذا ساعات نهبط من النخله ونقول هذا ساعات في بالي ما غشوش. ساعات تبدا فيه بنه نتاع سكر قوي ياسر نقول هذا ما غشوش. معناها اللاقمي هذا تحت ستر ربي سبحانه وتعالى، انك تشوفه قدامك هبط تشرب وكو ثماش ثقه زايده راه. يعني ساعات نهبط من النخله يبدا حلو عسل ونقول هذا توني هذا شنو في بالي زايد السكر. وهي راهي هيك على النخله. اما النخله اللمسيه كل النخل كيفاش، احنا لما حال احنا في التطاوين احنا ما عندناش الكاليتي نتاع النخل غادي في الحام ولا التشيرات، لما عندنا نوع زوج ثلاثه فهمتني، ما همش حلوين بطبيعتهم. النخله نحجموها السنين، بعد 4 سنين تنجم تعاود تحجم، تنجم تعاود تحجم في الاخر. خلاص هي قداش تقعد تعطي تحتاج شهرين و10 ايام، شهرين و20 يوم، شهر و20 يوم. في الوقت هاك انت تنقصها في الدليل تاعها وتخليها تنبت على روحها. ديجا هاني عندي كعبه نابته غادي تشوفوها بعد تالي. هنا نابته غادي، نابته والده السنه عمرو نحن ناكل نشربوا منها في اللاقمي كيما الوقت هذا في رمضان، والسنه هنا في والده عمرها والده. سي محمد وربي يعطيك الوقت الطيب. نواصلوا رحلتنا من خلال هذا النقل المباشر من مدينة تطاوين مع
خونا البشير بوجدادة. بشير بوجدادة مرحبا بك، وين أنت موجود الآن؟ أعزائي المشاهدين، في لمة رمضان في حلقة جديدة كما العادة. اليوم نستقبلوا ضيف جديد من تطاوين، حاجة ليكس، حاجة تعمل 66 كيلو. يلا مع بعض. علي تسمع فيا ولا؟ يا خويا يا جماعة ظهر لي ما عندهمش كلمة. يا خويا نحوم من بكري من نافورة دخلت للسوق. تسمع فيا ولا؟ صعيب يا خويا صعيب. علي تقريبا يا جماعة شو لحظات. أعزائي المشاهدين أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لمة رمضان، حلقة جديدة مع وجوه جديدة في مكان جديد. عادل بوجدادة وكامل الحداد. شنو هواك؟ والله لا باس بالله حق بالله. والله في خير الحمد لله. والله في نعمه وفي نور والحمد لله. ولد امي اليوم غير الفلس الفلس يا ولد امي فلس. اليوم شاره شاهي كعبات مخارق وانا ولد امي منو سبتي يا خويا تعبني. هي مارادونا، هي مخارق، هي غبراس، لا تشبع فيك. يا عادل راي بر بعيد، يا عادل راي كرب. يا خويا شاهين كعبة مارادونا، انا في بالي بيكملوها مارادونا. ونخاف منها كامل ياسر. قال خليني نتكتك اموري راهي غبرت. كيفاش كامل كيفاش تك؟ يعني من خليني نتكتك نشكشك نفكفك اموري. عندنا سلسله في الشهر الثاني تاع رمضان ان شاء الله. حلقات ميزانيه باهيه. ما الأعزائي مش تفرد ثم حلقات ممتازة. المنسي والسبتي عندكم 6 حلقات في الشهر الثاني بتاع رمضان. راها مشغوم يا ولد امي. تو انتم كنتوا تكون عندكم جمهوركم وعندكم كذا كامل هيك ما موجود. خويا علاش ما تنوعوش؟ قعدتوا ديما نوعوا لنا شويه. خذوا لنا عمل مثلا كيما قال مثلا قال يجي يقول مثلا هو راي شخصي، ما انا مش الجمل اللي هدروا كل مده. قال واحد ليش ما تطوروش فيه؟ قال لي كيفاش يا اخي بنردوه باللونجلي. كيفاش نطور الجمل اللي هدر؟ احنا لغتنا تراثنا ودمنا واضح على المثال. كيفاش يعني كيفاش تعملي انا غدوه اقول لك ايش يا منسي ايش نقراك؟ هيك سبونتين تاعنا ما تنجموش مثلا. مش ما نجموش. كي مشيت الجمهور طالبنا هيك شيخ بين هيك. لمة رمضان بالكولات بالالوان، مش حتقدر تغمض عينيك. يا اخويا دايرة البركة. والله مرحبا بكم في تطاوين في لمة رمضان مع احلى نجوم تطاوين الفن الشعبي. موال كل شيء، الفكاهة ما شاء الله. صدفة رب صدفة خير. مروح صلت مع مشكلة غمراس. لا معاش وقت حولك كيف شبيه ياخذوا مارادونا وابدي بيليه ولا شنو. يا اخوي تعالوا نعطيكم كرفتي وخلوا لي هيك ترجم في الرسالة. تفضل سي خالد نورنا. والله تو رب صدفة خير. وانا في البيت متعدي نشبه فيكم تصور. قلت والله لما ندور كيف القلب. هاي مارادونا وهو بيلي وسكر امك ويزي التكشيخ بتاعك تكشخ باهي. كونوا سكر هوكو ما معرف ليش هوكو يسمونا مفشخه. جابوا من الشبان ياكلوا في المفشخه. يا ربي يخلي لك. والله اخوي والله صحه وفرحه. لا صحيح. انا والله نغنغ من نص النهار مارادونا بيلي وخيرك. ايش الكرب هاي في جرة بيلي ومارادونا. والله تعال انا دبرت عادل. لا اموركم معناها تنجموا تخلوها وتروحوا نجموا خلوها ختام الحلقه. كان يعمل مقطع طويل كثير. جانا الربتيني نيهم ويا جناني بنا لك بنات هيا هانت وجانا الربتينيهم لا وجانا الربتينيهم اخلافونهم وهونهم ثمناش هيا هاناش ومن يبغينيهم لا
خلافنا يمهون متمناش يا هناش منين يبغينيهم لا لا وانتظرونا بحول الله ليله العيد في الغنايه الحدث ان شاء الله باش تحضر بحوايات بحول الله ليله العيد طابت جديد من اخراج خونا علي بوصف ان شاء الله مشكور خالد. كليب جديد ان شاء الله عمل جديد ان شاء الله. الختام للجمهور في تطوين بليس. تطوين بليس ان شاء الله موفقين وان شاء الله ربي معاكم. وعلي بوصفر هو فنان نعرفوه، وانت بشير يعطيك الصحه معنا على الصدفه اللي خير من الف ميعاد. ويعطيكم الصحه الناس الكل وشايه طيبه يا خالد. يا طيب يا خالد. وانتظرونا في شهر رمضان الثاني. عليه هيك ندخل ختام حلقه. انتظرونا في الشهر الثاني نتاع رمضان ان شاء الله بالميسي والسبتي بحول الله ان شاء الله. معناها هذا كله على خاطر الاحباب والاصحاب اللي قاعد يسالوا علينا وفقدونا عندكم الحق. ان شاء الله نعدوكم بالشهر الثاني من رمضان حلقات. باهي علي وصلنا لختام حلقتنا. هاك تشوف معنا اجواء طيبه مغرب قريب. شكرا لكم بشير. دز بيا الى اللقاء. نمشي ندز مع الجماعه ان شاء الله خويا علي. الى اللقاء. هاي بردتك. شكرا بشير، شكرا للعادل وكامل الحداد وعادل بوجدادة وفنان تطاوين خالد كعيب. يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما هيك ملمومين وإن شاء الله ديما هيك فرحانين. وكيف ما شفنا للأمانة التآزر والتآخي بين الفنانين التطاوين هذا حاجة تفرح وتبرج السطور للأمانة. باش نواصلوا مع فقراتنا، الفقرة اللي حبيتوها فقرة حنين الماضي، حنين التطاوين، تطاوين الكلمة وتطاوين الرجولة، تطاوين الشهامة، تطاوين النخوة والأخوة، تطاوين اللي كانت تجمعنا الناس الكل باختلاف مللنا واختلاف عروشنا واختلاف أدياننا. كانت هكذا تطاوين اليوم باش نكتشفوا اكثر الجانب الثقافي في تطاوين كيفاش كان وكيفاش كان التآزر ما بين اهالي تطاوين ومن يقدم الى تطاوين مع السيد طبعا بالقاسم الحداد. هذايا اللي يجيب لنا ذاكره بناء الستينات في رحبه تطاوين، كيفاش كانت رحبه تطاوين في تلك الفتره. مع بعضنا نشوفوا الفيديوهات. كانت الرحبة هذه يبيعوا فيها في الفخار عمك سالم معمر الجربي، وكانت في البلاصة هذه بالضبط كانت بيت للبلدية بركة اللي يعملوا فيها المكس ويعملوا فيها الحاجات هذه. ما كان فيها حتى شيء، وكان فيها عمك غولة قصاب يبيع القصباية نيته ويعطيها من الصوت، يعني حتى المعوج يسقمها بالصوت متاعه. عمك غولة أعمى هو ما يشبحش، ولكن فني معروف ياسر في القصباية، معروف أنا عمك غولة. عم قاسم الجربي هذا كانوا يتعاملوا معاه جماعة الخارج بصفة عامة، يبعثوا له الفلوس وهو يعطيهم قضيات الشهر، واللي يفضل لهم كان يستحفظ ليه، يعني مدير لهم تقريب صندوق ولا حكاك ولا حاجة زي هذه. حتى وقت ما مات الله يرحمه جوه خوته باش يحلوا الحانوت، جوهم الناس قالوا لهم راهو بيناتنا حسابات ربما يسالنا ولا نسالوه. يلقوا الناس كلها الفلوس اللي موجوده اللي فاضله يلقوها كلها موجوده، يعني ويلقوا الكراسه موجوده فيها الاسامي والمصاريف والواحد وكله، ويلقوا فلوسهم الناس كلها. يعني كانوا يتعاملوا بثقه ياسر، كانت الناس ثقه مع بعضها كل، ما كانش واحد يخطف واحد ولا كانت يعني فيها قله خير ولا كذا. كانت الناس عندها كلمه كلها، كان يعني كيف في البيع في الشراء في اي حاجه كانت ثم كلمه هنا، يعني الناس معروفه تطاوين بكلمتها.
والناس كلها كانت معروفه ثقات، ما كانش خطفه، ما كانتش سرقه، ما كانتش مثلا واحد يعديها على واحد غش والحكايات هذه ما كانتش موجوده، حتى مع اليهود والمسلمين كيف يعني. فما بالك يعني مثلا الجرابه وضع عاشوا يعني هنا ولوا اصلا هم ذرية بلاد وولوا يتعاملوا مع الناس بالطريقه هذه يعني كل حاجه. قبل كانت الجانب الثقافي اللي كانت قبل السينما كانت يجيبوا فيها حتى للرحبه هنا يحطوا في قطعة قماش كبيرة ياسر وكانوا يمشوا عليها الاباراي والفيلم وكل شيء يتعدى. كانت الناس كلها تجي، الناس كلها النساء ورجال كانوا كلهم فعلا حق يجوا للساحه هذه ويشوفوا مثلا الفيلم هذا. كل فيلم مثلا يعملوا لهم افلام ياسر يعني على الثقافه، على امور مثلا على الصحه، على اي حاجه برنامج يعملوه لهم سينما هنيك، وكانت الناس كلها تجي وتخلط وش يجي يشوفها هنا في البلاصه هذه. يستحيل قبل يبات حد بلا شيء، قبل حتى اللي يجي من بلاصه اخرى مريض ولا معتوه ولا كذا كانت هذه بلايص معروفين تطاوين سموها بالمرستان. قبل الناس الكل يجوا والناس كلها يسخفوا عليهم والناس كلها تاكل قداها، وما كانش مثلا ما كانش حد يبات بلا عشاء، اقل حاجه انه يمشي للجامع يتعشى. ما بين امس واليوم فرق كبير ياسر. كانت المنطقه هذه والرحبه هذه كانت من اجمل ما ثم، لان كان كل شيء كما كنا نحكوا على كل شيء اللي يتباع فيها، وكانت الناس هم نفسهم حتى كلهم مركزين. كان سي محمد العسكري كان مغادي يبيع اللفه الدويري، هذا معروف ياسر وراجل ثقه وراجل طيب ياسر. كان عمك احمد المرزوقي كان يبيع البيض ويبيع الدجاج، والواحد زاد معروف ياسر وانسان خيري ياسر كان معروف ياسر. كان عمك سعيد الصويعي في الجانب الفوقاني هذا يبيع الشاشيه معروف. كان البلاد كانت سمحه، كانت خير من توا البنيه اللي بنوها هذه. اكبر غلطه داروها هي هذه. شكرا عبد القاسم، ربي يعطيك الوقت الطيب. هيك نوصلوا سيدتي سادتي لنهايه هذا الموعد من لمة رمضان. نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم في محطات اخرى ومواكبات اخرى وطرائف اخرى. خليكم مع طبعا بقيه السهره. الى اللقاء في الامان.